أترضى أن تكون مثل هذا؟ شاب صالح يقول: كان لي قريب بعيد، قربه النسب وأبعده الدين، وبحكم اطلاعي على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا، ومثله كثير. نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين، ولكنه كان يقدم ويؤخر ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة. هلك المسوفون، والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له: كم ستعيش؟ 20 30 بل 80، ثم ماذا؟ لا بد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ وفي ليلة لم يتوقعها، في ليل مظلم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة، ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا، ومثله كثير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفجأة على غير موعد نزل به نازل، وطرق بابه طارق، ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب، ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة. إنه الزائر الذي لا يرد. حاول أن يؤخره، أن يؤجله، فلم يستطيع. أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع. أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب، بالمال والأولاد، فلم يستطيع. حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. انتهى كل شيء. هوت آمال عظام وأحلام كالجبال، حشرج الصدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح، وأمامه أسئلة صعاب وجنة ونار. هلك المسوفون. يقول الشاب: لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه السرعة من أسرتي، ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه، ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة، وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير، وكنت أولهم. فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه؟ لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء. يقول الشاب: ثم اجتمعت وأقاربي في مجلس ضم الكثير، وأكثرهم عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقام أحدهم شاهرا سيفه ومصوبا سهمه ورافعا صوته باستغراب يملأه الاستهزاء، وهو يسمع الجميع: أين أنت عن صلة الرحم والقيام بالواجب؟ فها هو فلان قد مات ولم نر لك أثر ولم نعلم لك مكانا. اتجهت نحوي العيون بالعتاب، وتحركت الأيدي تلوم، والألسنة تقول: أين أنت عن واجب الصلاة والعزاء؟ وأضاف أحدهم مستهزئا: تصلي وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجبات الأسرة؟ وأخذ المجلس يتحدث ويقول وأنا لا أرد عليهم، حتى إذا أفرغوا سهامهم وانتهوا قلت للمتحدث الأول بصوت يسمعه الجميع: ما رأيك لو صليت صلاة المغرب 4 ركعات؟ هل يجوز ذلك؟ سكت ولم يجب، وهو يحرك حاجبيه ويهز يده باستغباء عجيب. كررت وأعدت السؤال وطلبت الإجابة منه بصوت مسموع حتى يسمع المجلس. قال لي بعد تكرار السؤال عليه 3 مرات: لا يجوز. قلت له: أحسنت، هذا أمر الله ورسوله، فنحن نطيع الله في هذا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة يأمران أن لا نصلي على من مات وهو لا يصلي. وسماه كافرا. رفعت صوتي والحق يعلو ولا يعلى علي، وأنا أفرغ سهما من كنانتي: هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما، أم أسمع كلامك أنت وهرائك؟ استدرت نحو المجلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلي على من مات وهو تارك للصلاة، ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، ولهذا لم أصلي عليه
سمعا وطاعة لله ورسوله. خيم صمت على المجلس وأغمدت السيوف، فقد ظهر الأمر واضحا جليا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول الشاب: مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع ورأى هذا الموقف يعيد حساباته ويراجع أفعاله، ويخشى أن يمر عليه يوم لا يجد فيه من يصلي عليه. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة لمن بعده وعبرة لمن خلفه، ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقل لي بالله العظيم، كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ حال عجيبة. قسم لا يصلي ولا يركع لا بليل ولا بنهار، وقسم يقدم ويؤخر وينام، يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما آن لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين؟